لما اشتغلنا من 2014 لقينا ان دي جريمه بحق الشعب المصري، ان احنا يترك الشعب المصري في هذا الامر لمده كبيره جدا من غير ما ناخد اجراءات نقاوم بيها ده. فاحنا قلنا ايه؟ احنا هنعمل زي ما في جبل اسمه جبل الفساد، اللي هو مبني على عدم وجود قيم، وعدم وجود عادات وتقاليد حسنه، عدم وجود وعي، عدم وجود تعليم جيد، هدم القدوه، هدم النخبه او القضاء على النخبه. فاحنا طب ببساطه كده، ببساطه ازاي نحول هذا الامر الى قوه؟ نحول الامر ان احنا نشتغل على البديل الجيد، نوفر البديل الجيد. لازم يبقى في بديل جيد. لما انا بقول لاي مواطن، بقول له اعمل كذا وبلاش كذا ومش عارف ايه وبلاش كذا، طب انا وفرت له ايه بديل؟ لما اقول ما فيش مثلا ان احنا يا جماعه ما نكبرش الناس الرويبضه زي ما بيقولوا، لما ما نكبرش الناس اللي ملهاش قيمه، طب البديل ايه؟ يبقى لازم اكون عندي اوفر اول حاجه تعليم جيد. لازم اشتغل على التعليم الجيد، واشتغل عليه من الابتدائي، من الحضانه. ابدا ازاي اعمل تعليم جيد يترتب عليه نتائج معلومه متفق عليها. الحاجه الثانيه لازم انمي القدوه، لازم يبقى عندي قدوه، لازم يبقى عندي اكبر القدوه، لازم يعني ابحث عن القدوه في كل نجع وفي كل كفر وفي كل حته في مصر. مش القدوه اللي هم الناس الكبار اللي معروفين بس، في نماذج للقدوه كبيره جدا موجوده في كل حته، في كل يعني انا عايز اقول في كل بقعه في مصر في قدوه، سواء مؤثر في مجتمعه، مؤثر في محيطه، عنده بيدي بدون مقابل. هو ده القدوه اللي احنا بنقول ايه؟ انا قدوتي فلان الفلاني، قدوتي في التعليم مين، قدوتي في الشرطه مين، قدوتي في الجيش مين، قدوتي في الرياضه مين، قدوتي في الدين مين، قدوتي في الثقافه مين. لازم يبقى عندي قدوه موجوده ان انا اسلط عليها الضوء من خلال الدوله ومن خلال مؤسسات الدوله، عشان يبقى عارفين ان في فعلا حقيقه اسمها ايه؟ اسمها القدوه. طيب ادي رقم واحد. رقم اتنين، ان انا يكون عندي نخبه. لازم اشتغل على ابراز النخبه المصريه، لازم يبقى عندي نخبه ارجع ليها استفيد منها، بدل النخب دي ما تطير تبقى طيور مهاجره. لا، انا عايزها طيور مهاجره وطيور ليها ايادي بيضاء على المجتمع المصري. لازم استفيد منها جوه المجتمع الاول، وبعدين تطلع تطير بره وتعمل كل اللي احنا عايزينه. انا ما عنديش مشكله في ان الناس تسافر والناس تيجي وتكتسب ثقافات ولغات ومهارات وكل الكلام ده، ولكن انا بتكلم ايه؟ الاول نحافظ على نخبتنا هنا، نحافظ على القدوه هنا، نعمل تعليم جيد هنا، نحاول نقدم بديل جيد للشعب المصري يقول لا بلاش تعمل كذا لان في كذا.